السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه. جبت لكم بقى مثل شعبي مشهور جدا، وهو بيقول ايه؟ اللي معاه قرش محيره ويجيب حمام ويطيره. دايما بنقوله للناس اللي هم مثلا بيبعزقوا في فلوسهم، فبنقول ايه؟ ما هو اللي معاه قرش محيره ويجيب حمام ويطيره. وعجبي نقعد نقول كده. طب انتوا عمركم سالتوا نفسكم ايه اصل الحكايه، او احنا جايبين المثل ده منين؟ خليكم معايا لاخر الفيديو. قبل ما ادخل في اي تفاصيل، القرش ده كان ليه قيمه زمان، كان عامل زي ال1000 جنيه، يعني كان حاجه كبيره. القرش دي عمله كانت في مصر، كان حاجه كده اسمها قرش. فالمثل ده ليه روايتين. الرواية الأولى بتقول إن بعض المؤرخين الشعبيين بيقولوا إن أيام الموضوع ده، المثل ده طلع أيام العصر المماليك. أيام العصر المماليك كان فيه الغني وكان فيه الفقير. كان الغني في الوقت ده كان معروف هو اللي بيجيب حمام، الفقير ما كانش بيجيب حمام. وإن الغني كان بيعمل أبراج بيربي فيه حمام، وكان بيحب يتمنظر قدام الناس ويقعد يطير الحمام بقى في الهواء قدام الناس، والحمام كان بيرجع تاني للبرج. فالناس لما كانوا بيشوفوا الحمام بيطير ويرجع للبرج ده، فيقولوا بس البيت ده بتاع واحد غني. يقعدوا يقولوا ما هو اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطير. قريبه شويه من الروايه الاولى، بمعنى ان بعض المؤرخين بيقولوا الموضوع ده ظهر ايام العصر المماليك، وطبعا في طبقه اغنياء وفي طبقه فقير. وان برضو الوقت ده ان الاغنياء هم بس اللي كان بيشتروا الايه، الحمام. ولكن الروايه تختلف في ايه؟ تختلف ان الاغنياء كانوا معاهم قرش مش عارفين يودوه فين، فكانوا بينزلوا سوق الفراخ، بيشوفوا الحمام طبعا بيتباع مع سوق الفراخ وبيبقى محبوس، وان شايفين في اعتقادهم الديني ان ده حرام. فكل ما يشتروا حمام يطيروه كده بياخدوا ثواب، لانهم شايفين الحمام بيسبح ربنا. وطبعا الفقير لما بيشوف كده بيشوف ان الغني بيجيب فلوسه بيطيره في الهواء، يقول ما هو اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره.